هنعمل النهارده الكرنب تفريز. مش هياخد الكرنبايه يعني كبرها قوي 10 دقايق في ايدك، على طريقه يعني افضل الفنادق، وهديكي سر الصنعه اللي هو تنجزي بيها. معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبعنا. لو عجبك الفيديو سبسكرايب عشان تفعلي معايا القناه. طبعا بفرزه طول السنه، بيبقى كانك لسه عاملاه. ويلا مع بعض عشان نشوف وضبناه في 10 دقايق ازاي. لما تيجي تشتريها بتبقى مدوره زي ما انت شايفه كده اهو، بالوصف ده كده، ومبططه من هنا. تمام، بصي مبططه ازاي، عشان لو ليها بوز هتبقى فيها زرع. نفس القصه اهي، شايفاها مدوره ومبططه. تمام، يلا بينا نشوف هنسلقها ازاي. بعد ما بتشتريها بتقعد عندك يوم او 2. ليه؟ عشان الورقه تبقى ايه، طريه شويه كده زي ما انت شايفه، وما تتكسرش منك وانت بتقطعيها او بتفرغي الكرنبايه من بعضيها. وزي ما انت شايفه كده قعدت اقطع فيه لغايه ما الراس طلعت كده. بصي بمسك كده واحز من هنا كده، واحز من عند الورقه، من ايه، من اخر الورقه اللي لازقه عند الراس. تمام، بعد كده ببتدي ايه اطلعها زي ما انت شايفه كده. بصي واحده كده اهو بالكيفيه دي كده زي ما انت شايفه اهي صحيحه اهي. بعمل ايه بقى؟ بحط قيمه ايه فون 3 4 ورقات مع بعض كده زي ما انت شايفه كده على بعضيها، ومع بعض بقى على النار ميه سخنه، حطي فيها شويه ملح وكمون، وهنوريكي هي بتعمل. الميه بتغلي زي ما انت شايفه سخنه قوي، نفس الرابطه اللي انا المجموعه. بصي زي ما انت شايفه كده اهو، بصي في قلب بعضيهم اهو، كلهم اهو في قلب بعضيهم اهو زي ما انت شايفه. ابتدي احطهم كده اهو، وانزل دي كده زي ما انت شايفه. طبعا ايه، مش عارفه انا ايدي مظبوطه ولا لا اهو. بصي كده بغطس العروق كده الاول. تمام، الميه المغليه خلاص. وابتدي بقى ايه، ميزه بقى ان انا خليتها يوم او 2 عندي، ان الورقه بقت لينه الى حد ما. فابتدي بقى انزل كده زي ما انت شايفه الورق اهو، حتى بايدي كده اهو بعيد عن الميه. تمام اهو، لغايه ما ايه يلين شويه. وهوريكي الخطوه دي، هي مش طازه قوي زي ما انت شايفه كده. بصي نزلتها، نزلوا معايا بسهوله، بس يتبخروا. يعني عباره عن ايه، الورقه بتاعتي تترى ازاي. بصي كده، بصي اهي، بس عشان خاطر ايه نعرف نلفها، لكن ما تتهريش مني وما بحطهاش وبروح في اي مكان. بيوصل للمرحله دي زي ما انت شايفه اهو. ده كده ابتدى ايه، خلاص كده. برفعها كده سنه وبشوفها تريد خلاص، ما بقاش قاسيه، اللي هو ايه، بمعنى ان انا ايه اعرف الف الورقه تبقى طوعت في ايدي. زي ما انت شايفه كده. بصي ما خدوش 3 4 ثواني، وابتدي اطلعهم بقى. بصي طريه لحد ما مظبوطه جدا عشان خاطر ما تتهريش مني. واكرر بقى نفس العمليه كده في بقيه الكرنب ان شاء الله. ايه ربنا يحسن ما بيننا. في اخر الكرنبايه كده زي ما انت شايفه، يعني طبعا انا خلصت الكرنبايه على مرتين سلق، ودي اخر حاجه اللي هي اللي يعتبر القلب بتاعها. بعمل ايه، بشيل الراس ديت وبحطه بحاله. طب لو انا عندي حله كبيره وتكفي الكرنبايه بتاعتي، بحاول اطلع الراس زي ما انت شايفه كده اهوت بالسكينه كده اهوت داير ما يدور، واطلعها خالص واحطها. وهوريكي ازاي ممكن ايه تطلعي منها الورق ويبقى بسهوله، وممكن تعملي الكرنبايه على مره واحده. شايفه ده قلب الكرنبايه اهو. بصي حطيته كله بنفس ان انا عندي كرنبايه. معلش طبعا ادوس بالراحه كده عشان ايه الميه المنسوب بتاعها ما يعلاش. بصي هي الميه بتغلي. تمام اهو، بعمل كده اهو معلقه خشب عشان ما تكسرش مني. طبعا القلب زي ما انت شايفه طازه قوي فممكن يتكسر مني، والميه بتغلي. بحاول او ايه انزل كده زي ما انت شايفه. بصي هي بتغلي، بحاول اوطي بقى شويه عشان الورق ما يهتريش مني ويطرى بس. تمام، بعمل ايه بقى، اديني حطيتها كأن دي قطره كرنبايه صغيره، حطيتها مره واحده. او عندي حله بتكفي الكرنبايه الكبيره، بشيل الراس زي ما انت شايفه من الوسط وبحطها بالكيفيه دي. بعمل ايه بقى، بصي كده اهو، ادي الورقه اهي طريت معايا، طلعتها بكل سهوله اهي. بصي كده، ومش مطلوب مني غير ان ايه، مش مطلوب منها غير ان هي تبقى طريه بس كده عشان ما تبقاش مهريه. وبحاول اطلعها بقى على ميه ساقعه، بعملها بنفس الكيفيه كده اهو مرتين كده 3، وحبذا يكون تحت الحوض عشان تديني ايه، عشان تبقى ميه جاريه، ولو في اي حاجه علقه في الورق بتطلع ان شاء الله وبيبقى زي الفل. بعمل كده بقى في الورق كله. بعد كده نكمل التوضيب. وهقول لك طبعا تعمليها في 10 دقايق الكرنبايه بحالها، مش هتاخد منك 10 دقايق اهو زي ما انت شايفه كده. بصي في ميه وبعدين بطلعها في المصفى. بنمسك الورقه زي ما انت شايفه كده، بنفردها كده على البلانشه
كده تمام. وعليها دي برضو العروق على بعضيها كده زي ما انت شايفه. طبعا التوضيبه دي توضيبه اكبر من الفنادق لان ايه بيعملوا كميات، وطبعا مش هيعملوا حاجه كده. انا حطيت 4، ممكن ان انت تحطي 2 تمام اهو، او 4 طبعا هينجز الطريقه دي اهي. بصي كده حطيتهم بالكيفيه دي خلاص تمام. ابتدي بقى ايه اخد العروق كده مره واحده خلاص. حطها اهو. طبعا الطريقه دي زي ما بقول لك كده هتعملي اكتر من كرنبايه في وقت قليل جدا. بصي كده طبعا الورقه دي طويله فاحنا هنعملها كده. بس اهم حاجه التقطيع يبقى قد بعض عشان الصباع في الاخر يبقى قد بعض. عملتها كده 4 بالكيفيه دي، اصبح بقى ايه رول زي ما انت شايفه كده. بصي رولات اهي تمام. طبعا الكميه دي انا عملتها في عفوا في وقت قليل قوي. بصي امسك رول كده زي ما انت شايفه اهو تمام. افتحه كده، هو طبعا 3 او 4 زي ما احنا ايه عملنا خلاص. معاكي بقى ايه المقص او السكينه بالسمسر كده بتاعك، احساس بتاع ايدك كده اهو. بحط كده وشايفه زي ما انت شايفه كده اهو. بصي كده بفرده كده واحطه على قدها. بصي كده طبعا انا مش بتكلم، عشان بتكلم باخد وقت اطول. شايفه الرصه اتعملت ايه؟ مفيش اهو زي ما انت شايفه كده. وزي ما قلت لك بالسنسور كده اهو بايدي كده خلاص قد بعض. طيب في حاجه طالعه ولا حاجه اهو زي ما انت شايفه كده. اي حاجه مهلهله كده بعملها كده اهو. بصي في ثواني خلاص بقيت اهي. طبعا اهو هنفك الرول كده. العروق طبعا اللي هي الورق الغامق زي ما انت شايفه حطيته في، عملت كذا كيس لان ده بحطه، احب قوي احطه في القعر عشان بياخد من اللسعه، يعني عشان يحمي الحله بتاعتي من اللسعه. طب هنبتدي بقى. بصي زي ما انت شايفه كده، حابه اوريكي. بصي ناشف خالص ما فيهوش اي ميه، حطيته خالص في المصفى لما انزل الميه بتاعته كلها. وهنبتدي بقى نحطه في الاكياس واوريكي ازاي هنحتفظ بيه طول السنه ان شاء الله. مش هيجرى له اي حاجه كانك لسه عامله. في ناس بتخللها وفي ناس بتحب تعملها كده زي ما انت شايفه كده. انا قطعتها بالكيفيه دي عشان لو حابه مكسله تعملي دقيقه محشي ولا حاجه، ممكن تعملي كوبايه رز على شويه خلطه بتتعمل خلطه طعمها في منتهى الجمال. ودي كانت طريقه التجهيز بتاع الكرنب. وان شاء الله تحوز اعجابك، سهله وسريعه جدا. طبعا الطريقه دي انا واخداها زي ما قلت لك كده من اكبر الفنادق، يعني سر صنعه، وهتحوزي اعجابك ان شاء الله وتنجز معاكي. معاكي صفاء مجاهد من فتح الطبق طبعنا. اتمنى لو عجبك الفيديو واستفدتي مني تدعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وشكرا جدا للمتابعه. انت شايفه بعديه في الكيس، وممكن تشفطي الهواء ببقك او بالمكنه اللي هي بتشفط الهواء زي ما انت شايفه كده اهو. بلفه كويس قوي او اسحب كده الهواء، وبعدين اجي في اخر الكيس بتاعي اهو واربطه. بس ايه اشده على واسع كده على فوق خلاص. ليه؟ عشان اعمل كده اهو. بصي اعمل كده ايا كان بقى ورق او العروق اللي انا مقطعاها مفيش مشكله خالص. بصي كده تمام اهو. يبقى بالوصف ده كده اهو تمام.